اللاعب المغربي أنور الغازي يكسب قضيته ضد ماينزر الألماني ويحصل على تعويض بقيمة 1,700,000 يورو، ويتبرع بنصف مليون يورو لصالح أطفال غزة. وأضاف الغازي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: بعد أن تلقيت مبلغا كبيرا من ماينز اليوم، أود أن أوضح أن معركتي القانونية مع النادي لم تكن أبدا تتعلق بالمال بالنسبة لي. وتابع: أود أن أغتنم هذه اللحظة لأشكر ماينز على شيئين: الأول على العائدات المالية التي ستستخدم منها 500 ألف يورو لتمويل مشاريع للأطفال في غزة آمل، وعلى الرغم من محاولاتهم الفاشلة المتكررة لتجنب الدفع، أن يشعر ماينز بالارتياح عندما يعلم أنهم ساهموا ماليا من خلالي في جعل حياة الأطفال في غزة أكثر احتمالا. وثانيا، وفي محاولة لإسكاتي، ارتفع صوتي للدفاع عن المضطهدين وكل من لا صوت لهم في غزة. بدأت القضية عندما أوقف نادي ماينز مهاجمه الغازي في أكتوبر الماضي لدعمه عبر منشور على حسابه في إنستغرام للشعب الفلسطيني. كل التحية والتقدير للاعب المغربي أنور الغازي، وتحياتنا له من غزة.